يا صباح الخير يا أحلى متابعين في الدنيا كلها. إن شاء الله تكونوا بألف خير وسعادة. اليوم حبيت نرجع معكم في اليوتيوب نعيش بعض الأجواء والكثير منهم. هنا بداية نهاري بفتح النافذة صباحا، وشوفوا الجو ما شاء الله كان رائعا جدا جدا جدا. كان سقوط مطر البارح وكان هناك فيه القليل من الثلج. بدأ نهاري بحاجات بسيطة مثل ترتيب السرير وتجهيز القهوة والحليب باش نبدأ نهاري بشكل جيد وممتاز. احنا نكون طيب الحليب وكان عندي الجاتو. احنا نبداو نسيقو لا شامبر. عن بالك الضغط عليك القرايه في اليوناز ماشي كما الضغط تاع الجامعات. راح يكون عندك بزاف وقت للدراسه، مش حتقعدي بزاف في لا شامبر، تكوني في المكتبه. لذلك انا نحب نسيق نهار الجمعه باسكو هو يوم جميل جدا فيه الكثير من الراحه. وهنا كما راكم تشوفوا معايا نظفتها مليح مليح باسكو لازم تكون لا شومبر تشعل هكذاك باه نحسوا بهذيك الطاقه الايجابيه اللي تنبع منها. من ثم رحت نظفت الطابله نتاعي، مسحتها نقيتها مليح مليح. من بعد رحت رتبت الكتابات نتاعي لي كوسميتيك نتاعي ثاني. من بعدها شوفوا كيف هي طابله تاعي. هنا رحت لدوجت، هنايا نظفت روحي كامل، هنا رتبت سريري. هنا كنا هبطنا هابطين للرسطو نتغداو. نسيت باه نقول لكم باللي داروا لنا بربوشه والحم وفي طاجو والماء، نسيت كامل. هنا كنا هابطين للمصلى، مصلى زهرات القدس. كانت عندنا محاضره في القمه كيف تحيا حياه متوازنه مع المتدربه فاطمه مهاجري. المحاضره كانت رائعه جدا 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 جدا، يعني بارك الله فيها على كل هذا. هذه المحاضرة إلى بزاف حوايج، كيف علاقتك مع الله، مع نفسك، مع العائلة، كيف تبني على ماذا نسمي بالتوازن اكسترا. هنا كان تكريم ل الأستاذة الفاضلة، احنا تم تكريمها ما شاء الله، يعني نعمة الناس. بعد ما طلعت رحت حضرت حليبة شوكولا، وهكذا يكون كملت نهاري. إن شاء الله يكون يعجبكم، وما تنسوش الفولو. باي باي.